السلام عليكم ورحمة الله متتبعي برنامج مظالم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات البرنامج، واللي غادي نستضيفوا من خلالها الأخ عبد اللطيف كيلاني، حارس ليلي بمنطقة سيدي مومن، واللي استمر في الحراسة الليلية مدة 19 سنة، والحاصل على رخصة جماعية للقيام بالواجب ديالو. كنقول من سنة 2009 السيد راه من تما قبل ما يتزوج. البنية الكبيرة عنده دابا حسب المعطيات اللي عندنا أنه عنده زوج ديال الوليدات، عنده البنية الكبيرة عندها 13 سنة. من بعد ما توفى واحد الحارس اللي كان بالجوار ديالو اللي كيخدم بالنهار، ظهروا واحد جوج د الوليدات عنده اللي كيدعي الأخ عبد اللطيف أنهم جانحين، وعرضوا الاعتداءات من أجل الاستيلاء على الباركينغ أو المرأب اللي كيشتغل فيه، لدرجة أن القضية وصلت للضرب والجرح والتعنيف، وحاصل على شهادة طبية، ودار شكايات ديالو للجهات المعنية سواء الأمنية أو القضائية، والحدود الساعة مازال ما ظهرت حتى شي حاجة، مع العلم أن المكان كيتوفر على كاميرات مقهى مجاورة لمكان وقوع الحادث إضافة للشهود. غادي نسمعوا على لسان السي عبد اللطيف اللي غادي يقدم لنا راسو ويقول لنا شنو العمل ديالو، شنو هي الوقائع والمشاكل اللي تعرض لها بخصوص هذا المبلغ. سي عبد اللطيف، مرحبا بك في برنامج مظالم. بارك الله. توجهتي لعندنا باش نقول صوتك للجهات المعنية الأمنية والقضائية بدعوى أنك لحد الآن ما وصلتيش لحقك منذ تاريخ. منذ من تاريخ وقع لك فيه هذا المشكل هذا؟ اللي تقريبا جي دابا تقريبا جي بشي عام دابا وانا ما مصيرهاش. هاد الناس هادو اللي انت شكيتي بهم. الشكايه الاولى شنو كان؟ الشكايه الاولى المآل ديالها. الشكايه الاولى كانت فيها العنف. كان فيها العنف. كان فيها العنف. لما تقدمتي بشكايتك الاولى؟ تقدمت في الدائره 3. اشنو وقع باش مشيتي للدائره 3؟ دابا جاو بغاو يستوليو لي على بلاصتي. انا ملي دويت معاهم قال لك لا انت ما عمرك كنتي هنا، انت خصك تحيد من هنا، انت خدام في المنطقه كيف ما قلتي ليا. عندك شي رخصه؟ عندي رخصه. يمكن لك تعطيني نسخه منها؟ رخصه ديال باش كنخلص. هذه الرخصه الرقم ديالها 322، ورقه مهنيه لحارس السيارات في الكيلاني. واخا هاد الرخصه هادي خاصه بالجبايات البلديه، يعني انت كنتي كتخلص في هاد البلاصه هادي. ملي جات كورونا صافي كان مسلمها لك رئيس مقاطعه سيدي مومن. عندك الرقم ديالها. الرخصه الثانيه اللي قلتي لي عندك ديال المصالح الجماعيه. رخصه باستغلال خاصه باستغلال الملك العام الجماعي مؤقتا لغرض ايقاف العربات والدراجات وحراستها، صادره عن السيد رئيس الجماعه كذلك. لا داعي اننا نذكر الرقم ديالها. هذه تسلمتيها سنه 2020. انت عندك ترخيص. هاد الناس جاو يخدموا تما بصفتهم شكون اللي بغاو يستولوا ليك على هاد المقر العمل ديالك؟ بصفتهم ناس عشوائيين صاحب بهم صحتهم هما دول صوابير، ما عندهم حتى شي علاقه. ما عندهم حتى شي علاقه بالحراسه. قلتي لي بان الاب ديالهم سبق ليه وكان خدام تما. الاب ديالهم كان خدام حدا واحد هدا القهوه ديال الخضره بشارع حسين السوسي فاصله فوق اللي ملي كان كيخدم معاك حتى هو بالليل في نفس البلاصه؟ لا ما كانش كيخدم بالليل، هو كان كيخدم بالنهار وتيمشي. كانت عنده الرخصه ديالو كيخدم بالنهار. هو كان دار مؤخرا واحد الترخيص، ولكن هما ما فهمتش داك الترخيص اللي كانوا عطاوه ودو احتياجات الخاصه، فهمت؟ حيت هو راجل كان راجل كبير صافي ما يمكنش يسلح الحراسه بالليل، طوع على حسب. داكور. ماشي هو نفس المرأب اللي عندك انت اللي كتخدم؟ لا ماشي هو. داكور. من بعد الوفاه ديالو الله يرحمه ويوسع عليه، جاو هاد الناس عرضوك للعنف. جوج. تقدمتي للمصالح الامنيه قلتي لي بشكايه، شنو كان المآل ديالها؟ قال لك سير تنعاودو نعيطوا لك.
ما وصلتوا للمحكمه لا حتى شي حاجه؟ ما وصلناش للمحكمة، غير مؤخرا عاود قالوا لي خصك تمشي دير ملي ما هذاك ما داروا معاك والو الدائرة، سير دير شكاية للوكيل. درتي شكايه السيد وكيل الملك؟ درت شكاية سيد الوكيل. عندك نسخه منها هنا؟ اييه. اذا سمحتي درتي هاد الشكايه هادي في شعبة الشكايات بتاريخ 8 نوفمبر 2025. الرقم ديالها هو 02 6732 موجهة السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية الدار البيضاء. شنو المآل ديال هاد الشكاية هادي؟ استمعوا لكم البوليس؟ لا ما سامعوش لنا البوليس. الوقت اللي تقدمتي بهاد الشكاية شنو المشكل اللي كان باش تقدمتي فيه؟ الوقت اللي درت هاد الشكاية حيت ما البوليس اصلا ما داروا معايا والو، والناس مبغوش يفرقوني. ما عيطوش لكم البوليس من وراء هاد الشكاية هادي؟ ما استمعوا لكم ما حتى شي حاجة؟ والو داكشي علاش مشيت درت هاد الشكاية الأولى. مشيتي سولتي عليها في المحكمة شنو قالوا لك من بعد ما وضعتيها؟ قالت باقا ما جاتش. الحدود الساعة وحنا في شهر 3 لا مازال ما جاتش العنوان. واخا عندك شي نسخة من شهادة طبية خصوص هادشي اللي تعرضتي ليه؟ فيها 24 يوم، مدة العجز بها 24 يوم، وضعتيها بتاريخ 10/25 كذلك، صادرة عن طبيب عام. عندك شي شهود بخصوص الواقعة اللي حصلتي على إثرها بهاد المدة ديال العجز؟ كاينين شهود. تعرضتي تعرضتي للضرب الجرح، شنو وقع لك بالضبط؟ راه ماشي الضرب، راه تهجم. عاود لينا نسمعو. تهجم، جاو هجموا عليا، واحد شدني من طيحني، لاخر جاب جعبه ضربني كتفي، راه لحد الان باقي كتفي تيألمني، باقي ما تنهزوش كاع. نعم. قلتي لي عندك شي شهود؟ كاين. ما تصنتوا لك المصالح الأمنية، استمعوا لك في المحاضر، تقدمتي بالشهود ديالك؟ لا دابا انا طالبتهم بالكاميرا ديال القهوه، حيت داكشي وقع قدام القهوه. قالوا لي صافي سير من بعد وانا غادي نعيطوا. بالنسبه للشهود انت قلتي لهم انا عندي شهود، وقلت لها هاد الشهود خرج السي خرج داكشي اللي عندك اللي دارك بغينا نسمعوه. قالوا لي واش كاين شي شهود؟ قلت لهم انا القهوه كلها كانت تسمى، اصلا اللي وقع الواقعه كانوا الناس، يعني كاينين شهود الناس اللي مريحين في القهوه اللي كتشهد الكاميرا انهم كانوا في هذاك التاريخ ديال الواقعه. واخا شنو الاجراء اللي درتي من بعد؟ صافي بقيت كنتسنى، قال لك تسنى، بقيت كنتسنى. نعم. بقيتي كتسنى الحدود الساعه ما كاين حتى شي حاجه؟ الوقت اللي ثاني مشيت يقول لك السيد اللي عنده المحضر ما كاينش. داكور. قلتي لي تعرضات البراكه ديالك تما سلاحوها ولا ما عرفتش كيدوها ولا ما عرفتش شنو وقع؟ شكون اللي لاحها بالضبط؟ لاحوها هما هاد وليد. عندك التاريخ ديال الواقعه ديال هاد الاعتداء حتى هو؟ انا مصورها كاع. حيدوها وجراو عليك من تما؟ حيدوها لحد الان راه باقا مليوحه دابا. حطوا شي براك ديالهم هما تما؟ قلتي لي حطوا براكات تمايا، حطوا صافي، حطوا براكات تمايا. نعم. ولاحوا لي بالراكس. واخا مولد الرزق ديالك دابا مناش كتعيش؟ حاليا شنو نقول ديالها الطابله ديال الديطا، كتبيع غير الكاروت تما كيف ما كان. واخا توجهتي لعند السلطات المحليه السيد القائد تكلمتي معاه في الموضوع؟ جيت عند السيد القائد قال لي غادي نخرج، وقفا صافي صبر عليا غادي نخرج. المره الاولى الثانيه. شحال ديال الوقت دابا باش شكيتي ليه؟ راه مدة تقريبا شي 20 يوم دابا، هو 15 يوم 20 يوم. عارفك هو بان عندك الترخيص ديال البلاصه اللي انت خدامها. سبق لك وخبرتيني في الكواليس ان شي عون سلطه شهد قدامك السيد القائد انهم ما كيعرفوا حتى شي حد من دوك الناس الا انت. كاين عون السلطه اللي محسوب على ديك البلاصه اللي مرخص بواه، اللي مرخص الاب ديالو، اللي مرخص وشهد لصالحك. وشهد لصالحي. الوقت اللي جا عندي قال لي سير وقف براك. الناس راه ما خلاونيش. قال لي علاش؟ جا بغا يوقف معايا براك، جاو ثاني تهجموا عليه. واخا والعون السلطه ديال البلاصه اللي انت خدام فيها في العلم ديالو هادشي؟
العلم ديالو في العلم ديالو كلشي ما تيدخلش. ما كيدخلش ديفينيتيفمون، ما هضرش مع الناس، مع حتى شي حاجه. قلتي لي بان عنده شي علاقه مع شي حد من ضمن الناس اللي مدعمينهم باش يحطوا دوك البرارك تما. عنده علاقه مع شي، عنده علاقه مع واحد السيد تما في القهوه تيقولوا مشى. سي عبد اللطيف، شنو هو المورد ديال الرزق ديالك الحالي بعد ما تعرضتي لهذا الاعتداء وبعد ما توقفتي على العمل ديالك؟ ما بقى لي حتى شي، ما بقى لي حتى شي مدخول. الناس هادو هجموا عليا بزاف، وانا دابا راه دابا شنو اللي ديرني هادوك الوليدات. فهمتي، انا مول وليدات وما نقدرش نفرط في عائلتي، نقدر ندير معاهم شي حاجه. المخزن ما بغاش ياخذ ليا حق، المخزن بغاش ياخذ ليا حقي. كون ما كانوش هادوك الولاد نقدر نمشي معاهم بعيد. قلتي لي بلي الكليان مصدامين معاك ودايرين لك واحد العريضه. كاينه عريضه، كاينه عريضه. كيشهدوا لك فيها بانك انت معني بهذاك المرأة. كيشهدوا لي بانني انا اللي كيتسمى، وهاد العريضه فيها الناس اللي حاطين تما، وكيجيو يتخلصوا منهم. كيجيو يتخلصوا منهم هما. هما اللي كيجيو يتخلصوا منهم، كيقول لك لا صافي. كلمه اخيره سي عبد اللطيف، لمن كتوجه النداء ديالك للتدخل؟ نوجه النداء ديالي للناس المعنيه والسلطات الناس الضامن معايا بانني انا راني تحقرت. دابا انا برخصه ديالي وبالاشهاد ديال السكينه ديالي وبالوثائق ديالي، يعني انا قانوني، وهاد الناس هادو ما فهمتش علاش مبغوش ياخذوا لي حقي. كنتي كتخلص الواجبات ديالك؟ انا كنت كنخلص الواجبات ديالي. انا دابا تقريبا ما فهمتش، انا دابا تقريبا 20 سنه وانا تما، يعني ما عمر كان عندي شي اشكال، ما عمر كان عندي حتى لهاد العام هذا. ما دابا انا برخصتي بالوثائق ديالي قانوني، والناس هجموا عليا باغيين يحرموني من رزقي، باغيين يقتلوني. غنقول لك شي حوايج ما تخيلهمش، ما تيخليوكش تدور في الباكين عندك بلاصتك، ما تيخليوكش تدور. انا دابا برخصه ديالي وقانوني، بغيت غير القانون يطبق، بغيت غير الناس المعنيه والناس والسلطات اللي هذا ياخذوا لي حق ان شاء الله. سي عبد اللطيف، كنتمناو من الجهات المسؤوله على التواصل الاعلام لدى المصالح، لا ديال وزاره الداخليه ولا ديال المصالح الامنيه، انها ترفع هذا المناشده ديال السي عبد اللطيف الكيلاني للجهات المسؤوله من اجل اخذ المتعين. الى هنا مشاهدينا كنهيو الحلقه ديال اليوم، انتظروا الجديد. السلام عليكم ورحمه الله.